بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في برنامج محكمات، هذا البرنامج الذي نقف فيه مع آيات الله تبارك وتعالى التي تشكل قواعد كلية حاكمة لمسيرة هذا الإنسان وهادية له حتى يحقق رضوان الله تبارك وتعالى ويحقق مصالحه الدينية والدنيوية. نقف اليوم مع آية من سورة النساء وهي الآية 45. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. هذه الآية من الآيات المحكمة التي تحدد لهذا الإنسان، تحدد للمسلم من هم أعداؤه، من هم الأعداء. لأننا وقفنا في إياك نعبد وفي اهدنا الصراط المستقيم مع الذين غضب الله عليهم والضالين، يعني الذين هداهم الله إلى الصراط المستقيم يواجهون في مسيرتهم طائفتين من الناس. الطائفة الأولى عرفت الحق ولم تعمل به وهي المغضوب عليهم، الطائفة الأخرى لم تعرف الحق ولم تعمل به وهي طائفة الضالين. إذن هذا المسلم وهو يتجه إلى الله تبارك وتعالى لا بد أن يتعرف على أعدائه. وهذه الآية، آية النساء، تتحدث عن أمر مهم جدا، وهو من الذي يحدد لك الأعداء. يعني هل موضوع الأعداء أنت من تحددهم؟ البشرية بشكل عام نتيجة الطغيان والصد عن سبيل الله والكفر بالله وإرادة العلو في الأرض، إرادة الإفساد في الأرض، أحيانا كثيرة تسعى إلى تحديد أعداء دون رؤية واضحة ودون معايير محددة من هم الأعداء. لكن نلاحظ كتاب الله تبارك وتعالى حدد في آية مفصلية، وهي هذه الآية التي نحن بصددها اليوم، بأن من يحدد الأعداء هو الذي يعلمهم، الذي يعلم الأعداء. فأنت كأنما تتعلم من كتاب الله تبارك وتعالى هدايات الكتاب العقائدية وهدايات الكتاب التشريعية وهدايات الكتاب المنهجية، وتتلقى الرشد في المعاملات والعبادات، وفي نفس الوقت أيضا تتعرف على من هم أعداء هذا المنهج الرباني في مسيرة هذه البشرية. لأن الله سبحانه وتعالى منذ اللحظة الأولى التي أنزل الله فيها آدم وحواء إلى الأرض أنزل معهم كذلك الشيطان وأهبطهم جميعا إلى هذه الأرض، وبين لهم منذ الوهلة الأولى بأن هذا الشيطان عدو له. فالله عز وجل يقول: والله أعلم بأعدائكم. طبعا هذه الآية وردت في سياق مهم جدا، وهو قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم. جاءت هكذا، فكأنما الله تبارك وتعالى يقول لنا بأن من أهل الكتاب أناس يعملون على الإضلال والضلال، فهم أهل ضلال في أنفسهم وأهل إضلال لغيرهم، أي أنهم كفروا بالله تبارك وتعالى فضلوا عن سبيله وصدوا عن سبيل الله عز وجل فصاروا من أهل الإضلال، بالإضافة إلى أنهم أهل ضلال. ولذلك الله تبارك وتعالى في هذا السياق يبين لنا بأن هؤلاء الذين اشتروا آيات الله أو يشترون الضلالة، لاحظ كأنما جعل الضلالة أمر يباع ويشترى، هو حالة اختيار، يختار الإنسان والعياذ بالله الضلال ويختار الكفر ويختار البعد عن الله، وكأنما يشتري ذلك. والشيء الذي يشترى يحرص الإنسان على أن يحافظ عليه ويقتنيه وأن يكون ذلك جزءا من ملكيته. فالله عز وجل هنا في هذه الآية يقول: والله أعلم بأعدائكم. وهذه الآية، هذا النوع من الآيات، لا بد أن تبحث في كثير من تفاصيل الكتاب باعتبار أنها آية محكمة
والإحكام يحتاج إلى تفصيل، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. فمن هم الأعداء؟ يعني من هم الأعداء الذين علينا أن نتربص وننظر في أحوالهم وألا نغتر بهم؟ أول عدو للإنسان هو الشيطان. فالله تبارك وتعالى أخبرنا بأن هذا الشيطان عدو لنا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لكن المشكلة أن هذا الإنسان يتخذ هذا الشيطان وليا، ويتخذ هذا الشيطان قائدا، ويتخذ هذا الشيطان رائدا، ويسلك سبيله، بل يصل فيه إلى مرحلة الطاعة العمياء المطلقة ليكون عبدا له. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ فالشيطان عدو، وأمرك الله أن تتخذه عدو. لماذا؟ الله أعلم بأعدائكم. ثم أيضا بين لنا أن هذه النفس التي بين جنبيك أيضا عدو بالنسبة لك. يعني ليست فقط الشيطان من الخارج، والنفس البشرية، لأن كثير من الأشياء التي يعني نقوم بها تلاحظ بأن النفس الأمارة بالسوء هي التي تحركك نحو الفعل الشرير، تحركك نحو الفساد، تحركك نحو الفواحش. فالله عز وجل قال لك انتبه لنفسك، انتبه لنفسك، والله أعلم بأعدائكم. أيضا الكافرين مطلقا، إن الكافرين لكم عدو. الله عز وجل يبين بأن هؤلاء الكفار أعداء لنا. وهنا لا بد أن نبين بأن من الأعداء من يمكن أن يتخذ سبيل المسالمة والمسامحة مع المسلمين، وطائفة أخرى تؤثر سبيل العدوان وسبيل الكبرياء وسبيل الطغيان وسبيل الاعتداء. فالله عز وجل هذه الطائفة التي آثرت وأعلنت العداوة وأعلنت البغضاء وأعلنت الكراهية وبدأت تسعى للإفساد في الأرض وبدأت تحارب الله وتحارب رسوله صلى الله عليه وسلم، أمرنا الله تبارك وتعالى هؤلاء أيضا أن نتخذهم أعداء. يجب أن نفهمهم. من هم هؤلاء؟ الذين يحتلون بلادنا، الذين يعتدون علينا، يقتلون أهل الإسلام في كل مكان، يعملون على نشر الكفر والإلحاد والرذيلة ويفرضونها على الناس. هؤلاء يجب أن نفهم أنهم أعداء. ما يعني هذه قضايا كلها يفصلها القرآن. طبعا هذا البرنامج برنامج مجمل، لكن نحن نقول نشير إشارات تفيد الإنسان من هم أعداؤه. الشيطان عدوك، النفس التي بين جنبيك عدو، الكافرين أيضا بالنسبة لك أعداء، المنافقين الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في كثير من آيات الكتاب، وذكر الله تبارك وتعالى بأنهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون في سورة المنافقين. إذن هذا النوع من النفاق. يعني الله تبارك وتعالى لما تكلم عن المؤمنين وعن الكفار ما تجاوزت الآيات 6 أو 7 آيات، ثم انظر بعد ذلك أكثر من 13 آية كلها تتحدث عن المنافقين في أوائل سورة البقرة، وخص الله لهم سورة كاملة، وهنالك اللي سورة المنافقين، وتكلم الله عنهم في سورة أيضا التوبة، وتكلم عنهم في سورة النساء. فهذا النوع، وللأسف الشديد الآن في كثير من مجتمعاتنا تكثر هذه الظاهرة. والنفاق في حقيقته هو إضمار الكفر وإعلان الإسلام. أحيانا بعض الناس قد لا يكون من هذا النوع، أي أنه لا يعلن الكفر، يعني لا يضمر الكفر يعني منطلقاته، لكنه يمارس أعمال المنافقين. فتجده يضع يده في أيدي اليهود والنصارى، وتجده يواليهم ويرغب في نصرتهم ويتمنى انتصارهم على المسلمين. يعني سلوكيات المنافقين. هذا النوع من البشر الذين يودون دوما انتصار أهل الكفر وخذلان أهل الإسلام، هؤلاء أيضا من المنافقين، فاتخذوا هؤلاء أيضا. فالشيطان والنفس والكافرين والمنافقين هؤلاء كلهم أعداء، كلهم أعداء. وستلاحظ بأن الطائفة الأخرى من الكفار الذين اتخذوا طريق المسالمة، الله تبارك وتعالى أباح لك أن تتعايش معهم، وأن تسالمهم وأن تبرهم وأن تحسن إليهم دون أن يكون هنالك ولاء خاصا. ماذا يعني عندما نقول والله أعلم بأعدائكم ونبين؟ طبعا هنالك أعداء كثر، لكن نكتفي الآن في هذه الحلقة لقصرها نكتفي بهؤلاء الأربعة. فالشيطان والنفس والكفار والمنافقين هؤلاء أعداء، وإن شاء الله سأخص حلقة خاصة باليهود والنصارى. لكن والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم. معنى ذلك بين لك الأعداء
ثم بين لك كيف تتعامل مع هؤلاء الأعداء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. لا تتخذهم أولياء، أي لا تواليهم، لا تناصرهم، لا تنحاز إليهم، لا توجد الولائج الخفية بينك وبينهم، تلقون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. فالله تبارك وتعالى يقول لك لا تتخذوا هؤلاء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم. فالله تبارك وتعالى أهم ما ينبغي أن يعرف في دائرة الأعداء، أول شيء تعلم من القرآن الكريم من هم أعدائك، ثم تعلم بعد ذلك من هم أيضا أصدقاؤك وأحبابك وإخوانك. فالله تبارك وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة. ثم ختمت الآية بقوله وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، كأنما بعض الناس يحرص على أنه والله لا يتخذ العداوة مع هؤلاء أو تجره حالة الموالاة للكافرين، طلبا في ولايتهم وطلبا في نصرتهم وطلبا في تأييدهم وطلبا في إبقائه على الحكم وعلى الكرسي وطلبا في إمداده بالمال والسلاح إلى غير ذلك من أنواع المصالح. الله عز وجل يبين هنا في ختام هذه الآية بقوله وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. إذا عرفت عدوك ونحست إلى الله ورسوله وكان الولاء لله ورسوله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إذا واليت هؤلاء حينها تكون ولاية الله معك ونصرة الله معك، فلا تخشى شيء ولا تهاب شيء. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.